لله الحمد لله. دائما كان عندي يقين بان غيش واحد النهار غنعرف الحريه. الا تصادفتي وتلاقيتي بهاد المراه تقدر تعطيها بلاصتك في الطوبيس ولا تهز لها القفه ديال التقضيه، ولكن اللي ما غتكونش عارف هو انك الوهله كنتي واقف قدام اخطر عقل مدبر لعمليه اجراميه وقعت في 1995. على أبواب السجن المحلي لطنجة تطوى قصة المرأة الوحيدة التي حكم عليها بالإعدام في المغرب. في واحد الدوار سميتو ايطرحو، كانت واحد العائله بسيطه عايشه فيه متكونه من 4 ديال الافراد، الاب نسميوه مجيد والام نسميوها فتيحه، واللي كانت الاعمار ديالهم في العشرينات في ذاك الوقت. كانت عندهم بنيته ووليد، اسره على قد الحال، عايشين باللي قسم الله فحال كاع الناس الدراوش. الاب مجيد ما كانش عنده خدمه ديال الدوام، كان مقاتل مع الوقت، كل مره فين كيبريكولي باش يجيب عشاء الليله. بحكم انهم كانوا عايشين في الدوار كانت فرص الشغل قليله بزاف والوقت صعيبه، الحاجه اللي خلات مجيد يفكر يهاجر هو وعائلته للمدينه باش يحسن الوضع المادي ديال الاسره ديالو ويقري وليداته في المدرسه ويوفر لهم مستقبلهم من بعد ما الام ديال مجيد سبقاتهم للدار البيضاء. وفعلا مجيد خدا هذه الخطوه واتصل بخوه كان عايش في مدينه الدار البيضاء واللي نعطيوه سميه يوسف. يوسف كانت عندهم خبازه كيصاوب فيها الخبز والحلويات، يعني مدور الحركه. حكى ليه مجيد على الوضعيه الماديه ديالو باللي ما بقى ما يدير في الدوار وراه ما كرهش يلتحق به للدار البيضاء، وطلب منه يشوف ليه شي خدمه لعل وعسى يحسن من الوضعيه الماديه ديالو ويعاون العائله ديالو. يوسف قبل الفكره وقال ليه اجيو مرحبا بكم اخويا، انت والمدام والوليدات للدار البيضاء تخدم معايا في المخبزه ديالي، ها انت انا غندبر لكم على شي دار الكرا ونعيط لكم ان شاء الله باش تجيو. قال لي مجيد الله يجعلها في ميزان حسناتك اخويا، انا غنتسناك باش تعيط ليا. وفعلا يوسف صدق راجل معاه ولقى ليه الدويره فين يسكن وعاود اتصل به من بعد مده قصيره. الو خويا مجيد اجي مرحبا بك، راني لقيت لك فين تحط الراس، دويره على قد الحال ولكن قاضيه الغرض، جي انت والوليدات والمدام حط الرحيل ديالك باش تبدا الخدمه معايا ان شاء الله، انا كنتسناك. مجيد ما قداتو فرحه مسكين، مشي يجري عند المدام وفاتحه واش داير راسك انت والوليدات راه مشاو للدار البيضاء وغتبدل حياتنا، وكون غير ما مشاوش. 1995 انتقلوا للدار البيضاء واستقروا فيها. مجيد بدا الخدمه مع خو يوسف في المخبزه وتعلم الحرفه مزيان، كان كيخدم بالليل والنهار وكيتقاتل باش يوفر للاسره ديالو الاحتياجات ديالهم. هاد الجهد ما مشاش غير هكاك، حيت بانت عليهم وتحسنات الظروف المعيشيه ديالهم. كان مكلف مراته فتيحه بالمصروف ديال الدار، يعني كاع داكشي اللي عنده علاقه بالتقضيه، الماكله، الفراش، الحوايج، الوليدات، لا خسرات شي حاجه في الدار، المهم راكم عارفين. وكانت حياتهم هاديه وزوينه وما فيهاش المشاكل، حتى لواحد اليوم اللي جا في الجمعه ولا نقدروا نسميوه البلاك فرايداي، الجمعة الأسود. مجيد كان الروبو ديالو في الجمعه، كيمشي للجامع ويرجع يضرب كسيعه ديال الكسكسو ويجلس مع الوليدات والمدام. مراتو فاتحه لصقاتو في داك النهار، والو مجيد بغيتك تدينا نفوجو شويه في واحد الجريده كيقولوا عليها حديقه السندباد، منها يلعبوا الوليدات ومنها نبدلوا الجو ديال الروتين. مجيد قال لها مرحبا، واش دي راسك انت والوليدات والعشيه ان شاء الله نمشيو ليها. وفعلا داوم على اساس يفوجوا شويه. هاد الحديقه اللي سميتها سندباد قريبه ليها واحد الغابه، وديك الغابه كانوا العائلات كيمشيو ليها تما يديو معاهم الغداء وكسكروط وكيريحوا تما كيفوجوا مع بعضياتهم. المهم مجيد والمدام جلسوا في واحد البلاصه منعزله تما، وبحكم نهار الجمعه ما كتكونش الدنيا عامره بزاف راكم عارفين فحال الويكاند، بقاو كيلعبوا مع الوليدات وكذا والامور غاديه عاديه تمام. واحد شويه غيخرجوا لهم واحد 3 ديال الرجال من وجوههم باينه جايين على خزيت، قصدوني شان مجيد وبدون مقدمه هجموا عليه وبقاو كيضربوا فيه بالهراوه للراس بلا رحمه ولا شفقه. حاول مجيد يستوعب شنو طاري بحكم انه بعيد عن المشاكل وما عندوش عداوات، وفي نفس الوقت حاول يدافع على راسه، ولكن للاسف دوك الضربات خلاوه يطيح وهو غارق في دماياته. فاتحه بدات كتغوت حتى تجمعوا عليهم الناس والوليدات كيبكي، والمهم ترونات ديال بصح. هادشي وقع على غفله، عيطوا على البوليس، جاو لعين المكان، جات لومبيلونس دات مجيت للورجونس حيت كان مكرفس بزاف ومتاثر بدوك الضرابي وكانت باينه فيه ما غيطولش بزاف ومستحيل يعيش. البوليس داو معاهم فاتحه الكوميساريه باش يستجوبوها، كانت مخلوعه بزاف ودخلت فيه السيريه ديال البكا، خلاوها حتى تهدنات وارتاحت واستجوبوها على الرجال اللي تعرضوا لراجلها واش كتعرفهم، واش عمرها شافتهم، واش عاقله عليهم، ولكن هي قالت ما كتعرف حتى شي واحد فيهم، وصفاتهم ليهم كيفاش دايرين في الشكل ديالهم وباللي راجلها ما عندوش الصحاب وما عندوش العداوات. بقات هذه القضيه مفتوحه حتى مول الامانه دا امانته. مجيد كيف ما كان متوقع من بعد ايامات قليله توفى الله يرحمه. البوليس جاتهم هاد الاخبار وهنا فين زادت الخدمه ديالهم، حيت تحولت القضيه من الاعتداء بالضرب لجريمه قتل. بقات القضيه غامضه حيت ما كاينينش بزاف ديال الدلائل، وراكم عارفين زمان ما كاينين لا كاميرات لا مسرح جريمه متطور، المهم يعني صعيب باش البوليس يعرفوا شكون هما اللي الفعله. ايوا من بعد ما دازت واحد المده على هذه القضيه حتى لواحد النهار البوليس غتجيهم ابيل. الو، معاكم الام ديال مجيد. قالوا لي الجيران باللي مرات ولدي فتيحه كتدخل عندها للدار واحد الراجل بالليل
هنا البوليس ولا عندهم الشك باللي فتيحه عندها صله ربط بهذه الجريمه اللي وقعت في حق راجلها مجيد، وفتحات باب الشبهات عليها. وباش يزيدوا يتاكدوا من كلام الام ديال المرحوم كلفوا واحد الفرقه خاصه باش يشددوا المراقبه، وكانت من بينهم واحد البوليسيه. بقاو مراقبين الدار ديال فتيحه من بعيد وهما سيفيل طبعا. وفعلا في واحد الليله شافوا واحد الراجل دق عليها وحلات ليه الباب ودخلاته، سرحوهم وخلاوهم واحد الساعه وهما جالسين حتى رصاو الجلسه مزيان، وما يدخلوا عليهم للدار شدوهم متلبسين في بيت الناس. وفي واحد الحاله ما نقدرش نقول لكم، حاله مخله بالحياه، زيد عليها حاط القراعي ديال الشراب، جلسه خمريه. المهم كملوا من عندكم. شدوهم البوليس قيطي وداوهم للكوميساريه وفرقوهم على بعضياتهم باش يحققوا مع كل واحد بوحده. فتيحه بطبيعه الحال نكرات، ولكن الراجل اللي لقاوه معاها من بعد ما زيروه مزيان البوليس خلاها الخراز اعترف بكل شيء وفضح ملابسات هذه القضيه. واجي نعاود لكم شنو علاقه فتيحه بهذه الجريمه. كيف ما قلت لكم من قبل، من بعد ما تحول مجيد وفتيحه للدار البيضاء، كان مجيد كيبقى غابر على الدار النهار كامل، كيخرج مع 4 الصباح المخبزه وما كيجي حتى 10 ديال الليل، وكان كيجلس غير نهار الجمعه. وفتيحه هي اللي كانت مكلفه بالتقضيه ديال الدار والصخره وكل شيء، وداك اللي خانته معاه واللي فضح هذا الشيء كان كيتبعها فين ما كيشوفها فاش كتخرج تقضى الصخره ديال الدار. وهي في عوض باش توقفوا عند حد وتشكي به لراجلها طاحت فيه وتصاحبوا وبقات كتمشي معاه وهي مرا مزوجه. تطورات العلاقه بيناتهم حتى دخلوا لباب الفساد، وكانت كتمشي عنده شي مرات حتى لدارو، وهو بقى كيقول لها خصك تطلقي من راجلك ونتزوج بيك، ولكن هي خافت من الطلاق حيت خافت يدي ليها ولادها وخافت من الصوره ديالها قدام الناس. وبداو كيفكروا حتى وصلات هي والعاشق ديالها لواحد الفكره، هي انهم يصفيوها لراجلها باش تخلى ليهم الساحه وتسمى ارمله افضل ليها من مطلقه. تفاهمات هي وهذاك المجرم باش هي تخرج راجلها نهار الجمعه فاش ما كيخدمش لحديقه السندباد حيت كتكون خاويه وهو غيتكلف بالباقي. وفعلا داكشي اللي كان. هذاك المجرم اتفق مع واحد جوج مجرمين عندهم سوابق كيعرفهم، عطاهم 1000 درهم للواحد ونفذوا معاه الجريمه وتعداو على مجيد بدون رحمه باتفاق مع الزوجه ديالو المجرمه. تحكمات فتيحه واللي معاه بالاعدام، ولكن فتيحه فاش دخلت الحبس بقات كتقرا وكتخدم، خدات 2 دبلومات وكان السلوك ديالها مزيان. من بعد تحول الحكم من الاعدام للمؤبد، دوزات 20 عام وهي في الحبس، ومن بعد تحول الحكم المحدد في 30 عام، ومن بعد جاها عفو ملكي في 2016 وخرجت من الحبس ديال طنجة. والفيديو ديالها راه مازال منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. اش بان لكم في الحكم ديال هذه السيده؟ واش فعلا فاش غتوقف مع راجلها يوم القيامه قدام الله غيسمح ليها؟ انا بعدا ما نظنش. نتوما خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اي والله.